فيقول إبراهيم خفاجي: إذا لعب الهلال فخبروني. نعم، فإن الفن منبعه الهلال. هلاله. شوف، الناس الحقيقة تشوف في تويتر الناس يقولون في الهلال محظوظ الهلال بطل وبس. والله شوف، أي منصف، وأنا تعرف اتحادي عريق، أي منصف يعني نظيف من الحزازيات، نظيف من التحيز، سيحكم أن الهلال فريق قوي. وحقول لك أنا ليش قوي. الهلال يقولون حظ، مو صحيح. الهلال العام طلع من الفيحاء وهالسنة طلع من الفيحاء، وين الحظ؟ ليه ما خدمه؟ نجي يا حبيبي للهلال. أنا في نظري ان الهلال ليس محظوظا، الهلال موفق. اقول لك في الحديث ان الانسان اذا كان عنده خبيئه، بمعنى تسوي فعل خير ما يعلمه الا الله، الله يستر عليك ويوفقك. انا اعتقد ان الهلال في خبيئه، عمل خيري. يمكن تذكر قبل 6 شهور وقعنا انه حيعطي مساكن للمحتاجين. يمكن هذه من اسباب التوفيق الالهيه، انها جايه الامور. يعني امس اخذ، طبعا اكيد انه اخذ بلنتيين بجداره بحق وكرت، ونفس الحكايه. هذا التوفيق يساق اليه، توفيق من الله عز وجل. فالهلال قوي بغض النظر. لا، وايضا واصرح تصريح وانا قده، على المدى القريب اتحدى ان احد يحطم ارقام الهلال على الاقل في ال10 سنين الجايه. لا الاتحاد ولا النصر يستطيع ان يهزم بطل البرازيل ويهزم بطل افريقيا ويتسيد 3-4. بطل كوبا امريكا تقصد، بدل أي. امريكا وبطل الافريقيا. ايوه، نعم. هم يسمون امريكا الجنوبيه. أي. امريكا الجنوبيه. انا يهمني هنا لاني وطني، يهمني العلامه الوطنيه. الهلال إلى أين يرجع؟ للسعودية. السعودية صعدت فوق. المذيع توه كان منبهر، يقول نجاح جديد يضاف للسعودية بالحرف الواحد، ما قال الهلال، للسعودية أنها تصل. الآن العالم كله، الكرة الأرضية تشاهد قمة. الهلال يا يكون بطلها يا وصيفة، وأنا أقول لك أنه بطلها بإذن الله. أيضا نجاحات من الصعب تحقيقها. الهلال لازم نعترف ان عنده اداره. يا اخي فهد بن نافل اليوم اسمع كلامه، والله موسيقى، ادب وهدوء. وايضا من خلف بن نافل ايضا الامير الوليد. حتى بن نافل قال، ابو سعد قال اول من باركت للامير الوليد. الامير الوليد بهذه المدرسه طلع مع ديفر وقال انا يعني ساصل ان شاء الله ونحقق الاسيويه. حقق الآسيوية مرتين، والآن وصلنا العالمية. الآن حتى الهلاليين صارت سقف طموحاتهم عالية ويحق لهم. أيضا لازم نحط هذا كله في رؤية 2030. رؤية 2030 لو ترجع لها مكتوب بالحرف الواحد أنه جعل 3 أندية سعودية تنافس على المنافسات العربية والعالمية بأسرع وقت. إذن